اتضايق المدرسه والحضانه بالظبط، لان حتى لو اتضايق في الحضانه فهو راجع للبيت ماما هتطمنه وتقول له ما تزعلش. على فكره اللي منتشر بين الناس انه مفهوم انه ده طفل ومش هياخد في باله ان انت بصيتي له ازاي ولا زعقتي له عادي. يعني معظم الامهات بتعمل كده. هي دي المشكله بقى الاساسيه اللي الامهات ما بتاخدش بالها منها، واللي احنا النهارده عايزين نوضحها جدا ونلفت انتباههم ليها، لان امهات كتير بتبقى شغاله بره مصر او ايا كان، تسيب العيل اول 5 سنين عند جدته مش مهم، وبيتربى بقى في بيت عيله، ده بيت جده، ده في خال وخاله والناس بتيجي يوم الجمعه كلهم والبيت مفتوح ما فيش فيه امان ومحدش مهتم بالطفل، على اعتبار ان هو مش واخد باله، اما يفوق بقى لنفسه ويدخل المدرسه هبقى اخده معايا او اجيله. فاحنا كده بنكسر الجزء ده الاساسي في تكوين الطفل عموما. عشان كده الاجانب دايما يقولوا children spill love TIME اللي هو الوقت. بالظبط. الطفل بالنسبه له الحب هو ان انت بتديله من وقتك. تديله من وقتك، فلما يتكلم نسمعه ونهتم بالكلام اللي بيقوله ونعمل فاليديشن او نقدر مشاعره، فما تقولوش مثلا ايه ده انت بتعيط على ايه مفيش حاجه تستاهل، او زعلان من ايه صاحبك ما تفلق صاحبك انت هو ده انتوا مشاكلكم تافهه. فكل ما كنا بنعمل تقدير لمشاعر الطفل وهو بيتكلم حتى في السن الاكبر لما ابتدى يبقى ليه اصحاب ويخرج ويجي، ان هي ما تقدرش مشاعره. طبعا امهات كتير جدا بتعمل كده، امهات كتير جدا طول الوقت هي نفس الفكره، انت عندك مشاكل ايه؟ عادي هو انت شفت المشاكل اللي احنا فيها؟ اهالي كتير بيبقى معاها اطفال مراهقين 14 سنه ويقول لك هو عنده اكتئاب من ايه؟ هو شاف ايه؟ هو ايه حته الفس ده؟ هو ايه مشاكله اصلا؟ ده انا اللي بصرف وانا اللي بعمل وانا اللي عندي مشاكل في حياتي، هو قلقان من ايه؟ وبالتالي هو بيهرب للعالم الخارجي اللي هو قد يكون من ضمنه اصدقاء السوء. بالظبط، او حتى بالمشوره لان الاهل ما بيسمعوش. فاحنا حتى الاطفال اللي هم عندهم مشاكل مع اصحابهم وحياتهم صعبه على فكره الاطفال جدا، من انه عايز يقنع مامته تفتح له بلاي ستيشن، انه عايز ياخده موبايل يلعب شويه، هو ده ايشو بالنسبه له، ده موضوع كبير، ده مشغول بيه طول الوقت وعايز يحله وبيفكر يتفاوض معاها ازاي. هو ده العالم بتاعه فعلا، ازاي يكسب الليفل ده في الجيم، ازاي يصاحبه اللي مخاصمه يصالحه، بيتنمروا عليه في المدرسه وبيضايقوه يعدي ده ازاي، يكسب ازاي في ماتش كره القدم عشان بيقولوا له انت اللي بتخسرنا. حاجات صغيره كتير بتاثر في نفسيته وفي ثقته في نفسه وفي التراست ايشوز في المستقبل. بالظبط، الاهالي ما بتشوفهاش وشايفه ان دي حاجات عاديه ما كلنا عدينا بيها، ما احنا انت عديت بيها، بس انت عندك مشاكل مش عايز تشوفها، مع جزء من مشاكلك انك ما بتعملش فاليديشن لابنك